وقفنا الحلقه اللي فاتت يا صديقي لما ليشيا اجرت الواد كورت في مهمه، ولكنها حبت تختبر الواد كورت دوت محترم ومؤدب ولا لا، وقالت هتعمل خيمه واحده يناموا فيها هما الاتنين بالصلاه على النبي، ولو الواد كورت استغل نومها وحاول يعمل معاها الخطيئه يبقى الواد كورت دوت مش محترم وسفخس عليه. ولكن الواد كورت يابا بيسيبها نايمه وبيطلع ينام بره، لان كورت ابننا كيوت ومحترم ومتربي 10 مرات بالصلاه على النبي. وطبعا انا عارف كل ولاد دلوقتي في عيله نور نفسهم حد يختبرهم الاختبار ده. عموما لو لقيتوا حد بيعمل الاختبار دوت يا ريت تقولوا لي قصدي انزل اعمل لايك بسرعه يا ولي عشان يوصل لك الحلقات الجديده. ويلا بينا نخش على ملخص الانمي بتاعنا. ライオン真のエスカノール وليش لما بتصحى بتقول لي واد كورت هنبدا الشغل منين يا ولي؟ بيقول لها انا حابب اخد نظره استكشافيه حوالين الجبل علشان اعرف الاماكن اللي موجود فيها معادن واحجار كريمه ونبتدي حفر منها. وبالفعل يابا بيقدر يحدد مكان فيه احجار كريمه. وليش بتقول الله يفتح عليك يا ولي، الحجر اللي في الصخرة ديت يتباع ب3 عملات ذهبية، وانا عليا ديون ب10 عملات ذهبية، يعني كده قربنا من تلت المبلغ تقريبا. ولكن الواد كورت مش بيستكفي بكده، وبيقول لها انا جمعت العينات من حوالين الجبل دوت فيه صخور نادرة على فكرة. وليش بتقول له عينات ايه يا ابن الجامدة جمودة؟ انت عارف كمية الصخور اللي معاك ديت تسوى كام؟ دي فوق 200 عملة ذهبية يا ولي. فبيقول لها لا ما نقدرش نبيعها كده. وليش بتفتكر ان هو بيقول كده لان هو اللي لقاها ومفروض ياخدها لنفسه، لان هي مأجراه عشان يحفر لها بس ويوريها مكان الصخور، مش عشان خاطر يطلع الصخور كمان بنفسه. وكورت بيقول لها ما نقدرش نبيعها كده لاننا في القريه بتاعتي كنا بنحول الاحجار ديت لبلورات سحريه. وليش بتقول لي بلورات سحريه ازاي يا ولي؟ انا سمعت ان في 10 سحره في المملكه كلها هم اللي بيعرفوا يعملوا كده. ولكن كورت وهي بتتكلم بيكون حول اصلا احد الاحجار لبلوره سحريه. وريشيا بتقول له ايه ده يا ولي انت لحقت تعمل كده؟ ده انا سمعت ان ال10 سحره موهوبين في المملكه كلها بيفضلوا ساعه كامله علشان يقدروا يكونوا بلوره واحده بس. ولكن كورت دوت بيكون طيب خالص وبيقول لها بيقدروا يطلقوا المانا لمده ساعه كامله متواصل. واضح ان انا كميه المانا بتاعتي قليله عشان كده ما بقدرش اكمل المده دي كلها. والبت ليشيا بتقول الواد كورت ده طيب خالص ولا عبيط ولا متخلف ولا حكايته ايه؟ وبتقول له عموما يا ولي انا اروح ابيع البلورات السحريه. وكورت بيباي لها وبيقول لها اعتني بنفسك يا ليشيا. وبتقول الله يخرب بيت كيادتك لو كنت كبير شويه كنت اتجوزتك يا ولي. ولما بتروح تبيعها بيقول لها البلورات ديت انهي سحر من ال10 اللي عملهم بالصلاه على النبي. فبتقول له بص يا ولا الشعار دوت انا بشتغل مغامره بالامر المباشر من العيله الملكيه، ما تسالنيش بقى انهي سحر من ال10 اللي عمل البلورات ديت بالصلاه على النبي. فبيقول لها مش هسالك ولكن البلورات دي كتير جدا وما اقدرش اشتريها لان سعرها يفوق الميزانيه بتاعت المحل بتاعي. وليشيا بتروح لمتجر تاني بتاع واحده بس الست ديت بتشتغل كساحره بالامر المباشر تحت العيله الملكيه، وبتديها واحده من البلورات وبتقول لها دي تسوى كام بالصلاه على النبي. والساحره بتمسك البلوره ديت وبتقول لها انت عايزه فيها كام يا بت ليشيا؟ فبتقول لها يعني 10 عمل فضيه مش هقول لا. ولكن الساحره بتبص وبتقول لها ثانيه واحده كده يا وليه، وبتقول لها بالصلاه على النبي انا هديكي في البلوره ديت 10 عملات ذهبيه. وليشيا بتقول لها 10 عملات ذهبيه ازاي يعني يا انسه؟ فبتقول لها لان البلوره ديت فيها كميه من الطاقه السحريه تعادل 10 اضعاف اي بلوره تانيه زيها. وليشيا بتقول لها ازاي ده مفيش اي توهج او انوار بتطلع من البلوره. فبتقول لها ما هنا التركه بقى والحته الفنيه، البلوره ديت اتعمل لها معالجه بحيث انها ما تسربش اي كميه من الطاقه السحريه بالصلاه على النبي. وانا بما اني ساحره بعمل في البلاط الملكي ليا عندك طلبين. اول طلب ما تبيعيش البلورات ديت في اي مكان تاني. وليشيا بتقول لها ماشي على فكره انا معايا 49 بلوره كمان غير اللي معاكي. والساحره بتقول لها خلاص يعني 50 بلوره في 10 ب 500 عمله ذهبيه، اتفضلي فلوسك يا بت ليشيا. الطلب التاني انا عايز اعرف دلوقتي حالا مين اللي عمل البلورات دي لان مفيش ولا ساحر في نقابه المغامرين ولا في البلاط الملكي يقدر يعمل زيها. وليشيا بتقول لها معلش مش هقدر اقولك. والساحره بتقول لها ده امر يا بت ليشيا، انت عارفه ان انا ساحره بلاط ملكي وكمان واخده مرتبه الكونت بالصلاه على النبي، وانت مغامره بلاط ملكي بس يعني انا اعلى منك في الرتبه. وليشيا بتقول لها لا يا وليه مش هقولك عليه لان بصراحه ربنا لازم استاذنه الاول لان واد كيوت وسكره وما يعرفش حاجه في الدنيا. والساحره بتقول لها طيب اعرضي عليه ولو قبل انه يعرض
يعرفنا بنفسه انا اضمن لك ان العائله الملكيه هتعينه رئيس مركز الابحاث الملكيه في القصر الملكي. وطبعا مش عايز اقول لك ان هو كده يبقى ساحر ملكي على رتبه كنت اعظم بالصلاه على النبي، وكمان هياخد رتبه البارون، يعني هيكون اعلى مني. وبنشوف فرقه المغامرين اللي طردت الواد كورت يابا وهي ممسوح بكرامتها الارض بالصلاه على النبي. والبت بندانه بتقول واضح ان الفرقه ديت امرها انتهى. وليشيا بتخلص جولتها وبترجع بعد 10 ساعات بالظبط للواد كورت تاني، وبتقول له كل التفاصيل اللي الساحره قالت لها عليها، وانهم مستعدين يعينوا الواد كورت رئيس لمركز الابحاث الملكيه. وكورت بيرفض يابا وبيقول لها اكيد انا مش هبقى مناسب في المنصب دوت بالصلاه على النبي، المنصب دوت محتاج حد قدراته اعلى مني بكتير. وبيقول لها البلورات السحريه اللي انا اديتها لك اكيد ما كفتش ان انت تدفعي الضرايب اللي عليك، مش عاوزك تتضايقي وانا اكيد هلاقي لك بلورات غيرها. وليشيا بتقول في سرها يا دي ام الطيبه والكياته بتاعتك يا واد يا كورت، عموما انا مش هقول له ان انا بعتها ب 500 عمله ذهبيه عشان ما يتخضش. وبتقول له بص بما اني مش انا اللي لاقياها ولا انا اللي عاملاها فانا خدت عمله ذهبيه واحده عشان بس ان انا اللي بعتها، والباقي حطيته في حسابك في نقابه المغامرين بالصلاه على النبي. وبيقول لها ما تقلقيش يا بت يا ليشيا هلاقي لك معادن وجواهر غاليه جدا ان شاء الله في الجبل ده. وبتقول له صحيح يا واد يا كورت انا ما كنتش اعرف ان انت عندك صندوق ادوات وحاطط فيه البيت الخشبي ده. فبيقول لها لا انا عملته وانت مش موجوده. فبتقول له استنى بس انا سايباك بقالي 10 ساعات بالظبط، لحقت تقطع الشجر وتظبطه وتعمل البيت امتى؟ هو انت ما نمتش يا عم من امبارح ولا ايه؟ وبعدين حتى لو ما نمتش مش هتلحق تعمل البيت ده برضه. فبيقول لها لا انا نمت 6 ساعات كاملين. فبتقول له 6 ساعات ازاي يعني انت قطعت الشجر وبنيت البيت ده كله في 4 ساعات بس؟ وكورت بيقول في سره اكيد ليشيا متضايقه اني نمت كتير، انا في فرقتي القديمه كنت بنام 3 ساعات بس في اليوم. وايه كورت غلبان بيقعد يعتذر لليشيا وبيقول لها معلش هعوضك ان شاء الله على ال3 ساعات الزياده اللي نمتهم، ما تقلقيش هشتغل اكتر النهارده وهعوضك عن الشويه اللي نمتهم. والله بص انا لقيت منطقتين كويسين قوي هنطلع منهم خامات ومعادن غاليه، احفر انت في واحده وانا هحفر في واحده. شايفه المنطقه ديت يا بت ليشيا هتلاقي فيها معادن نادره لو حفرتي على عمق 50 متر بالصلاه على النبي. وليشيا بتقول له 50 متر مين يا ابن العبيط اللي عايزني احفرهم؟ فبيقول لها ما تخافيش ما تخافيش انا سايب لك جاروف تحفري بيه مش هتحفري بايدك. وليشيا بتقول في سرها هي المشكله عنده في الجاروف مش في المسافه، بص انا هسيبك ساعتين زمن بالظبط كون انا خلصت حفري في المنطقه بتاعتي. والبت ليشيا بتقعد تحفر لمده ساعتين كاملين لحد اما بتوصل لحجر واحد بالصلاه على النبي. وبتقول ايه ده حجر التوباز، الحجر دوت انا ممكن ابيعه ب3 عملات ذهبيه لما اروح للواد كورت واشوفه عمل ايه. ولكن لما بتوصل بتتصدم بتلاقي الواد كورت عمل نفق كامل. وكورت بيقول لها ايه ده انا كنت بفكر ارجع لك من نص ساعه لاني خلصت من زمان بس انت كنت اشطر مني وسبقتيني. وبتقول له ايه عملت ايه بقى قول لي؟ فبيقول لها معلش بقى يا ليشيا النتيجه مش زي ما انت متوقعه، ما قدرتش استخرج غير شويه صناديق صغيره من الاحجار الكريمه والباقي احجار تانية كده ملهاش لازمه بنرميها. وليشيا طبعا ما بتبقاش عارفه تقول ايه وبتقول له لا يا كورت ده انت بطيء خالص يا راجل، انت تعرف الحفره بتاعتي انا حفرتها في دقيقتين بالظبط وبقيت الوقت قعدت اعمل فيه محشي ورقاق ومكرونه بشاميل وكلتهم كمان. وليشيا بتقول في سرها واد كورت عمل معبر في قلب الجبل بتاعي، المعبر دوت هيتكلف كتير جدا لو كنت عايز اعمله وبكده هقدر اكسب كتير جدا لما اخلي التجار يعدوا من قلب المعبر بدل ما يلفوا لفه كبيره. ثم انا لازم احافظ على الواد كورت الغلبان دوت، لو اي حد عرف قدراته ممكن يستغله اسوأ استغلال. فبتقول له ده ايه الاحجار اللي ملهاش لازمه اللي انت بترميها دي يا كورت بقى؟ فبيقول لها مفيش، ده نوع من المعادن اسمه المسريل، في القريه بتاعتي حرفيا كنا بنستخرج مئات الاطنان منها فكنا بنرميها لاننا مش عارفين نعمل بيها ايه بصراحه. والبت ليشيا بتتصدم بتقول مسريل؟ المسريل دوت هو اغلى واهم واقوى انواع المعادن على الاطلاق. وطبعا ده كله ببت ليشيا بتقوله في سرها. وكورت بيقول لها انا ملاحظ ان المعدن دوت عاجبك خلاص خديه بدل ما نرميه خديه. وليشيا بتقول له طب ايه الخام او المعدن اللي انت كنت بتدور عليه؟ فبيقول لها لا انا ما كنتش بدور على معدن يا بت ليشيا، انا كنت المره دي بدور على حجر كريم بالصلاه على النبي. فبتقول له ده حجر ايه يا واد يا كورت؟ فبيقول لها حجر اسمه الاوركرايم. فبتقول له الاوركرايم انت تقصد الحجر الاسطوري اللي ما فيش منه ولا قطعه في العالم كله؟ فبيقول لها ما فيش منه ولا قطعه ازاي يعني؟ لو اي حد حفر
حفر على عمق 7 كيلو متر في الارض هيلاقيه. فبتقول له حفر عمق 7 كيلو متر في الارض. هو انت يا كورت في الساعتين اللي انا غبتهم حفرت 7 كيلو متر في الارض؟ فبيقول لها ويا دوبك عملت المعبر دوت في قلب الجبل، عملت فتحه من الجبل لحد الناحيه التانيه عشان تسهل علينا اللي احنا نعدي. فبتقول له حفرت 7 كيلو متر وبعد كده ردمتهم وعملت خرم في الجبل كله. فبيقول لها لو المعبر اللي انا عملته في الجبل بتاعك مضايقك انا ممكن اردمه تاني، بس ما تزعليش مني والنبي. وليشيا بتقول له لا والنبي انت وطي على رجل امك ابوسها، ما تفاجئنيش اكتر من كده. وكورت بيقول لها طب يلا ندور على بقيه المعادن والجواهر. فبتقول له لا معادن ايه، ده كان زمان. وحرفيا يا صديقي المعبر اللي كورت عمله ده يبقى ثروه قوميه. البت ليشيا بتستخدمه عشان تعدي التجار من بين الجبل، وبتاخد رسوم على ده بالصلاه على النبي بدل ما التجار يلفوا لفه كبيره جدا. عايزك بقى يا ولي تنزل تعمل لايك بسرعه وتشترك في القناه علشان نعرف ايه اللي هيحصل تاني في حكايه الولي كورت بالصلاه على النبي، لان اوعدك حتى لو شفت الانمي دوت في مكان تاني هتحس ان انت اول مره تشوفه يا ولي. وكان معاكم نور من قناه ملخصات نور، وبس كده سلام.